أحبابي طلاب الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم، ضروري نركز مع بعض في الوحدة العشرة، عشان الوحدة العشرة ما فيهاش غير 3 كلمات: جمع، تحويل، ترتيب، مقارنة. هنشرحهم كده بسرعة في نفس السلايد وهرجع نوضحها شوية. الوحدة العشرة بتتكلم معايا عن الكسور العشرية أو أعداد عشرية. كسر عشري يعني في زيرو علامة وفي رقم هنا أو رقمين. أما الأعداد العشرية هنا في عدد والعلامة العشرية وبعدين برضو رقم أو رقمين. أولا لو هجمعهم يعني معاك 1.2 عايز تجمع عليه 3 و13 لازم أعلم الطفل إن ده جزء من 10 وده جزء من 100. ده جايب ابن عمه وده جايب ابن عمه وابن خاله، لازم يكونوا زي بعض، فهزيد الصفر لازم يكونوا نفس الأجزاء قصاد بعضهم يا شباب. 0 و3 3، 2 و1 3 وتنزل العلامة 1 و3 4. خلصنا من الجمع. طيب يا أستاذ لو تحويل دي من شوية قلناها، لو مثلا معاك 12 على 10 هي ال 12 ولكن على 10 معناها علامة بعد واحدة بس. طب فرضا كانت جاتني 1 7 7 والعلامة هنا، ازاي احولها؟ يبقى 1 7 7 على 100 لانها جزء من 100 تبقى على 100. كمان يا استاذ ايه هي المقارنة؟ يعني لو قال لك مثلا 2.7 هي الاكبر ولا 2 و63 جزءا من 100؟ الطفل لو شافهم كده يقول لك دي 7 ودي 63 هوب ودي. قال له لا استنى لازم تزيد الصفر في الاول، لازم يكونوا زي بعض. طبعا هبدا مقارنه من اليسار، هتبقى دي 70 ودي 63 فتبقى اكبر منه. لازم في المقارنه تكون العلامه اتجاه الاكبر ولازم ازيد الاصفار. اخيرا في الترتيب هيقول له رتب 1.2، رتب لي مثلا 1.13، رتب لي 1.9، رتبهم تصاعديا. وليكن طبعا عارف تصاعديا اكني بصعد على السلم من الصغير للكبير وهديله اشاره جهه اليسار. قبل ما ارتب لازم ازيد الاصفار، ده جزء من 100 يبقى كلهم لازم من 100، لازم ازود صفر وازود صفر. الصفر اللي زدناه باللون الابيض انا حطيته بايدي، فوقت الحل ما ينفعش احط الصفر لانه ما ادهوليش اصلا في اساسيات الحل. تصاعديا من الصغير، من اصغر حاجه هنا يا استاذ الواحد و13 جزءا من 100، اكبر منها 21 بس هو اصلا يحب يديلك 1.2، يبقى 1.2. اكبر حاجه 1.9. دي اهم الحاجات اللي في الوحده العشره. في الكبسوله سريعا كبسوله الكسور العشريه، انا كنت في النيه هنعمل سلايد تاني لكن كفينا ووفينا. الكسور العشريه يتعلم ازاي يجمعهم، لازم يكونوا شبه بعض، عدد مع عدد وكسر مع كسر. التحويل لو من 10 يبقى على 10، ولو من 100 تبقى على 100. المقارنة لازم يزيد الأصفار ويشوف مين الكبير سهلة. ترتيب لازم يزيد الأصفار. تصاعديا يعني هطلع لفوق، تنازليا هنزل لتحت، ودائما الترتيب بيكون من جهة اليسار كاتب له سهل. أتمنى نكون استفدنا ولو جزء بسيط. الشعار بتاعنا مع مستر همام: الرياضة في التمام.